يا رب، أنت الفتاح العليم، والغني الكريم، والعلي العظيم، والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما، وأنزلت الملائكة حول المؤمنين تشريفا وتكريما، وجعلت في اتباع كتابك هداك، وفي اتباع نبيك رضاك. ومن ذكرك في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إليك شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليك ذراعا تقربت إليه باعا. فلك الفضل في البدء والنهاية، ومنك الرحمة والعناية والرعاية. كل النعم منك فائضة، وجميعها إليك عائدة. وخير ما أعطيتنا إيماننا بك، وخضوعنا لجلال كتابك، وحبنا لسنة نبيك، ووقوفنا عند حدودك، والتزامنا بقانونك ونظامك، وبغضنا لاتباع أعدائك، وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك، ولذتنا في عبادتك، وشفاء نفوسنا في معرفتك. واجعل القرآن نور حياتنا، وجمال مجالسنا، والسبيل إلى نصرنا، والضياء لبيوتنا، والجلاء لقلوبنا. وخذنا إليك من أنفسنا، واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك، وأيدنا بروح من عندك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.